السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده جاي احكي لكم حكايه سماح. انا بنت حي الحسنيه القديم اللي اتربيت في بيت بسيط بين قلبها حنين واب سكات بيقرا اللي في عينيا. كنت من اللي بقوله. عشت سنين طويله، عديت ال25 بعدين ال30 والخطاب رايح جاي، بس كل مره النصيب يقول لا. مره عشان ظروف البيت ومره عشان كلمه طلعت من هنا ولا من هنا. كنت بصبر واقول لسه ما جاش وقتي، واحلم بعريس صاحب واجب يقدرني ويصوني. فضلت سنين بتمر لحد ما دخلت في دوامة يأس ملهاش آخر. البنات اللي أصغر مني اتجوزوا وخلفوا، وأنا فضلت قاعدة على ال45 سنة والناس كلامها بيوجع. يا سماح، ما صدقناش لسه قاعدة. أمي كانت ترد بدمعة خانقها: ما بالتش حيله، ده نصيب وربنا لسه ما كتبهولش. والمصيبة بقى إن الجيران بقوا يشوفوني خلاص، راحت عليا فرصة وعدت. يوم كئيب كنت بغسل في حوش البيت، سمعت صوت أمي بتنادي: يا سماح، يا بنت، غيري هدومك بسرعة، في راجل جاي يسأل عليكي. اتسمرت مكاني. راجل دلوقتي بعد السنين دي كلها؟ أمي قالت لي أيوة، جاي من بلد بعيدة، ناس معارف قديمة جابوه لينا. قلبي بدأ يدق زي الطبلة، بس ما كنتش عارفة القدر مخبيها لي ايه. سألته: مين ده يا ماما، راجل عامل ازاي؟ أمي حاولت تخبي فرحتها وقالت: راجل شوية جاي من ناحية الصعيد، سمع عنك بالخير، جابوه لينا. اتخضيت، لبست بسرعة وطلعت على الصالون. بابا كان قاعد والراجل قصاده لابس جلابية صوف تقيلة وعمامة بيضة، ولحيته فيها شيب كتير، باين عليه الهيبة والوقار، وكمان باين عليه إن العمر خد منه. سلمت ورديت بكلمة واحدة: ربنا يكمل بخير. عينيه كانت بتفحصني كأنه بيتفرج على بضاعة في سوق. قعد وابتدى يتكلم مع والدي بصوت جهوري: أنا جربت الجواز يا حاج، وربنا ما كتبليش الخلفة. 5 مرات اتجوزت وكلهم ماتوا قبل ما اتهنى. 5 مرات وكل مرة بكسره. صمت شوية وكمل: أنا مش بدور على جواز تسلية، أنا عايز ست تسترني وأنا استرها ونعيش في هدوء. أنا كنت بسمع، لكن عقلي كان بعيد. هنسمتي، إيه اللي ممكن يحصل؟ وهل أنا مستعد أكون الست؟ هل أفرح وألبس الأبيض، ولا أفضل قاعدة مستنية العدم؟ بعد ما نشي ساب كلمة واحدة: فكروا، خدوا وقتكم. أنا صابرة. في الليلة دي ما نمتش، فضلت أرجل على المخدة وأفكر، أرفض واستنى لحد ما ينشف الظهر خالص، ولا أقبل واستر نفسي وأحاول أعيش. أمي دخلت عليا وقالت: يا بنتي، مش عيب إنك تتجوزي راجل كبير، العيب إنك تفضلي لوحدك وكلام الناس يتجرحك. جاوبتها وعيوني حمرة: مش خوفي من الناس يا أمي، خوفي من نفسي، من ندم اللي ممكن يجي بعد كده. بعد 4 ليالي من التفكير، إني قدامي راجل جاي من بعيد، بس يمكن يكون هو القدر اللي جه يرحمني. في اليوم الخامس رحت لبابا وقلت له بهدوء: قول له مرحبا بيه. صوتي طالع زي الهمس، مش فرحة لكن استسلام لقضاء ربنا. أبويا ما قالش حاجة، بس هز راسه ومسك سبحة الجامع وقال: ربنا يجيب اللي فيه خير. أمي كالعادة بدأت تتحرك وتطبخ وتجهز، وهي فرحانة وأنا قلبي مقبوض زي خيط جراحه مشدود. ما عيدش أيام كتير وبدأت تجهيزات بسيطة: كاتب ورزومة صغيرة في البيت. ليلة الفرح لبست فستان أبيض خفيف، وأمي زينتني بحنة خفيفة وقالت: ربنا يجعلها ليلة مباركة وما تشوفي فيها غير الخير. بس في قلبي كنت بقول: هل الليلة دي هتكون بداية سعادة ولا بداية لحاجة مش مفهومة؟ الراجل جه لابس جلابية سودة ومعاه 4 رجالة كبار في السن، شكلهم أصحابه. شفته تاني واتأكدت: الراجل كبير قوي، التجاعيد في وشه زي طريق متكسر، وعينيه غرقانة في التفكير، لكن فيه هبة تخليك تحترمه. خلصت المراسم وماسك إيدي بهدوء وقال: مرحبا بيكي في بيتي، ربنا يجعلنا خير لبعض. جاوبته بكلمة واحدة: آمين. مشيت معاه وأنا مبلوعة الريق، مش عارفة أفرح ولا أعيط. في الطريق لبيته كان ساكت ومفيش غير صوت موتور العربية اللي كاسر الصمت. لما وصلنا دخلني بيت كبير، ريحة تراب وذكريات، ما ضحكتش بقاها سنين. حط الشنطة بتاعته وقال: ده بيتك دلوقتي، خدي راحتك وأنا هدخل أريح شوية. فضلت لوحدي بقلب في الأوضة. ريحة البيت كانت غريبة،
حكايات مدفونة. المفاجأة ما كانتش في البيت ولا في السكون، كانت في الليلة الأولى لما دخل أوضتنا. الجو كان بارد والهواء بيخبط في الشباك زي نوح غامض. أنا فضلت في الصالون وهو دخل الأوضة الكبيرة اللي مجهزينها. ناداني يا سماح ادخل. صوته كان ثقيل بس فيه هدوء، زي راجل عايش كتير وعارف هو عايز ايه. دخلت وقلبي بيدق. قعدت جنب السرير، الجو ساكت وهو ساكت وعينه بتتفحصني. ابتدى الكلام: أنا عارف فرق السن كبير بينا، وعارف إنك ممكن ما تكونيش مرتاحة، بس أنا مش وحش، خدي وقتك. الكلام ده صدمني بلينه، ما كنتش متوقع اللين ده منه. بعدها قام وغير هدومه. لاحظت إن جسمه ضخم، فيه قوة مش عادية لواحد في سنه. اللي أغرب، قضينا وقت هادي بس ما كملش الليل كله جنبي. صحيت الفجر لقيته نايم لوحده في الصالون. الأيام عدت وكل ليلة بيكرر نفس الحركة، ينام لوحده في الصالون. بعد فترة سكت كتير، وفي يوم سألته: ليه ما بتكملش الليل معايا يا حاج؟ ضحك ضحكة صغيرة وقال: أنا متعود أغير مكاني في النوم، جسمي ما بقاش يستحمل ينام في مكان واحد. صدقته بس قلبي مرتاحش. رحت لأمي وحكيت لها. سكتت شوية وقالت: يا بنتي، اللي سمعته إن كل الستات اللي اتجوزهم ماتوا في ظروف مش مفهومة، بس الناس قالت دي أقدار. الكلام ده خلى الشك ياكل في قلبي. بعدها بقيت صاحية لحد ما نام، وبدأت أفتش في هدومه. لقيت شنطة جلدية قديمة جواها صور الستات اللي اتجوزهم، وشكل كل واحدة فيهم فيه خوف غريب، كأنها شافت الموت بعينيها. خفت ورجعت الشنطة مكانها. مين الراجل ده؟ هل أنا الست اللي جاية في القايمة؟ بدأت أراقبه. لاحظت إنه بيروح الغابة البعيدة عن الحي، بيقضي هناك ساعات طويلة ويرجع قبل المغرب. عينه حمرة وريحته فيها حاجة غريبة عمري ما شمتها. سألته: بتروح فين لوحدك الغابة دي؟ ابتسم وقال: بهوي دماغي في الليلة. في ليلة كان خارج وقال: راجع. لبست بسرعة وخرجت وراه في الضلمة والبرد اللي بيدخل في العظم. فضلت وراه لحد ما وصل لمكان في نص الغابة، صخرة كبيرة وشجرة مكسورة. قعد ونبش بإيده تحت التراب وطلع صندوق خشبي قديم. وقفت بعيد، سمعته بيتكلم مع الصندوق بصوت: النهاردة جه دورها، بس لازم أصبر لحد ما تاخد عليا كويس. جسمي بيترعش، مين دي اللي بيتكلم عنها؟ هل أنا المقصودة؟ رجع الصندوق مكانه، غطاه، ورجعت أنا البيت خايفة ومرعوبة. في اليوم اللي بعده كنت بساعده في المطبخ، وقع منه مفتاح صغير مميز عليه نقش قديم. خطفته وخبيته قبل ما يحس. بالليل رجعت نفس المكان في الغابة، دورت لحد ما لقيت الصندوق. فتحته بالمفتاح وكانت الصدمة الكبيرة. الصندوق كان فيه قصاصات من شعر الستات اللي ماتوا، صورهم ونسايل مكتوبة بخط واحد، بتنتهي كلها بكلمة واحدة: انتهت المهمة. حسيت الدنيا بتبور في وشي. الراجل ده مش مجرد صاحب نصيب قليل، ده قاتل متسلسل. بدأت أربط الأحداث، كل الستات ماتوا بعد فترة قصيرة، ودلوقتي أنا في السلسلة دي. قررت إن لازم أعمل حاجة، لازم أسجل دليل. رحت العربية خدمات المحمول في الحي اللي جنبنا، وطلبت منه يعطيني تليفون قديم ويعلمني أسجل صوت. جبت التليفون وابتديت أسجل كل كلمة بيقولها، وحتى حركاته في الليل كنت بصورها بالخفاء. عرفت إن الراجل ده مش مريض عادي، عنده ماضي مظلم. لقيت ست عجوزة من جيرانه قدام، قالكي الراجل قتل مراته قبل كده، وكل واحدة بتعيش معاه سنة أو 3 على الأكتر وتموت بشكل غريب. الخوف زاد بس العزيمة زادت أكتر. في ليلة ظلماء رجعت الغرفة، فتحت الصندوق ولقيت ورقة إضافية مكتوب فيها: الحقيقة هتغرب بس بثمن غالي. رجعت البيت وهو حس بالتغيير. قربت منه وفي لحظة المواجهة سألته: ليه بتروح الغابة؟ ضحك وقال: إيه اللي خلاكي تتجسسي عليا؟ عرفت إن المواجهة ابتدأت. قربت أطلب المساعدة من الشرطة والناس اللي أقدر أثق فيهم. لازم أوقف الكابوس ده قبل ما تنتهي مهمتي. القصة دي بتعلمنا إن الستر مش معناه الاستسلام للجهل، وإن النصيب مش لازم يكون على حساب حياتنا. ما تسلمش نفسك لليأس. اليأس هو اللي خلى سماح توافق على شخص فيه كل علامات الخطر.
بس مجرد إنها خافت من كلام الناس ولقب العانس. الخيار الخطأ بيكون أصعب بكتير من انتظار الخيار الصح. الماضي هو المفتاح. قبل ما الواحد يرتبط لازم يسأل كتير عن ماضي الشخص ويشوف سيرته مع الناس اللي قبله. اللي يكرر الشر يبقى الشر ده جزء من طبعه. الحاجة اللي بتتكرر مش صدفة. الشجاعة في طلب النجدة. سماح كانت ضحية مرعبة، بس لما قررت تدور على الدليل وتسجل وتواجه، أثبتت إن قوة الضحية إنها ترفض تكون ضحية. لو حسيت إن حياتك في خطر، مفيش حاجة اسمها ده جوزي أو ده نصيبي تمنعك إنك تجري على أي حد يساعدك، سواء شرطة أو ناس ثقة. العبرة النهائية: ما تخليش ضغط المجتمع أو شعور الوحدة يرميك في حضن مصير أسود. الستر الحقيقي هو الأمان والطمأنينة، مش مجرد لقب أو ورقة جواز تهدي بيها كلام الناس. يا ترى لو كنت مكان سماح كنت هتسجل الدليل الأول ولا هتواجهيه على طول؟